السلام عليكم متتبعاتي الغاليات القويات الناجحات. لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة ونعيم إن شاء الله. قبل ما نبدأ نقول لكم شكرا 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 شكرا، بكيتوني، اقسم لكم بالله لبكيت. ما ظنيتش انه عندي اخوات ما جبتهم ليش ما عندي اخوات يحبوني في الله، وقد احببتكم في الذي احببتموني فيه. معزتكم غالية، وان شاء الله تطلع القناة معاكم، وان شاء الله نقدر وربي يوفقني ونكمل معاكم ونعطيكم مواضيع، نعطيكم اشياء تفيدكم في الحياة، أشياء ودروس نتعلموها من بعضنا. ربي إن شاء الله يكون ولي النجاح والتوفيق. نشكركم على الدعم نتاعكم، على كلامكم الطيب، على المحبة نتاعكم، على كل تعليق خليتوهولي، مشجع محفز. صراحة ألف 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 شكر لكم. إن شاء الله ربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون. إن شاء الله كل وحدة راها مغبونة ربي يفك ضيقتها، كل وحدة راهي متمنية حاجة ربي إن شاء الله يكتبها لها إذا كانت فيها الخيرية ليها أكيد. إن شاء الله ربي يفتح لكم بيبان الخير، يعطيكم حتى يرضيكم. شكرا جزيلا. تفاعلتوا وخليتوا لي تعليقات، والله العظيم حتى ولادي كيقراوها قالوا لي يا أمي كيفاش كنتي تقولي بلي قناه نتاعي صغيره وما طلعتش وراها طالعه دوقا دوقا. والله الكلام نتاعكم مؤثر حتى في الابناء نتاعي، فالحمد لله على محبه الناس اللي من القلب يوصل للقلب. اليوم جيتكم بتقسيم ميزانيه لمتتبعاتي الغاليات. كنت دايره فيديو اخر والله انه ليته على جالكم، بما انه راها بدايه الشهر وراها تدخل لي باي، راهم بداو يدخلوا، فحبيت نفيد هاد الاخوات اللي طلبوا مني نقسم لهم. قلت بما انه لي باي راه مع جداد ربما يعجبهم التقسيم ويبداوه. اول تقسيم كان للاخت بميزانيه 2,400. هي قليله ل5 افراد، قليله صراحه. قالت لي انا الزوج نتاعي مدها لي فيها بزاف صوالح، ولكن نتمنى انه ما تكونش فيها التحديات السنويه، ما يكونش فيها كبش العيد، ما يكونش فيها ملابس العيد. هي ما ذكرتهم ليش، فنتمنى انه الزوج يكون يخلص اكثر من هاك ويكون هو متكلف بهذه الامور. قالت لي احنا 5 افراد، عندها كراء 300,000 نتاع السوسيال، وعندها بنتها تجوز الباك ان شاء الله يا ربي تنجح. حتى انا عندي الباك هذا العام، ماشي انا وليداتي، واحد من افراد الاسره عنده الباك، ربي ينجحهم اجمعين. وعندها هذا البنت نتاعها فيها السكر، ربي يشافيها ان شاء الله ويرزقها صحتها يا ربي. فكان التقسيم شويه صعب، ولكن ان شاء الله تكون عندك لاكارت شفاء بعدا باش تداوي هاد البنت، باش تشري لها دواها، لانه دواء نتاع صحاب السكر غالي صراحه، شويه غالي. انا ما درت لهاش ظرف خاص ليها بالمرض نتاعها. انا حطيت لك طوارئ، ميزانيه صعيبه ولكن ان شاء الله تكفيك. اول حاجه نقلعوا الكراء اللي هو 300,000. ليكور لبنتك انا درت لك 400,000. تي ما قلتيليش واش هما المواد اللي دير فيهم، واش هما الحصص. على بالي ليكور للحصه غالي، 50,000 للحصه، كان حتى 55,000 للحصه على حسب المواد. فان شاء الله تكون كافيتها هاد 400,000. اذا ما كافيتهاش بعتيلي ان شاء الله نعاود لك التقسيم. بالنسبه للفواتير انا درت لك 100,000 بمعدل 100,000 كل شهر، 300,000 عندك في 3 شهور. حاولي تكوني عينك على الضوء وعينك على الماء، حاولي تفقدي، ما تخليش. هذا هو الظرف الاكثر اللي نقدروا نقتصدوا منه، لانه حنا نتحكموا. كل ما زاد الاستهلاك زادت الميزانيه نتاعه. فهنا يجي الدور نتاعك، علمي وليداتك يكون دائما يديهم على القفله نتاع الضوء، ماشي كل شاعل، ماشي تيلي شاعل، ماشي الضواو شاعلين، لي شارجور في لي بورطابل. يعني هاد الامور راكم حاصينهم بلا ما نحكيهم. بالنسبه للمواد الغذائيه درت لك 800,000 ان شاء الله تكفيك 5 افراد. ما نقولكش ميزانيه غاديه تكفيك وتوفيك، ولكن على الاقل
ما تخرجيش بالدين. انتي قلتي لي رانا عايشين بقدره من الله وكامل رانا تحت البركه نتاع ربي سبحانه، ولكن التدبير امر مهم باش على الاقل ما نوقعوش في مشاكل في اخر الشهر. درت لك 800,000. هاد 800,000 يكون خارج منها البيض وخارجه منها الكوسميتيك، يعني مواد غذائيه بحته. وجيبي مدابيك الاشياء اللي تدعمك والاشياء اللي تكون ناقصه شويه في الثمن والاشياء اللي تضيلك. حاولي تجيبي الاشياء اولا المواد الغذائيه اللي الاسره نتاعك تاكلها، ما تجيبيش حاجه شفتيها فقط، لانه انتي ما راش عندك متسع باش تتقلشي وتجربي. حاولي تجيبي اللي ياكلوه بكميات مليحه، ودعمي بليسوب، دعمي بالخضر باش نقدو نوازنو. 800,000 ان شاء الله تكون كافيه بقدره الله سبحانه وتعالى. الخضر واللحوم درت لك 600,000 بمعدل 200,000 كل 10 ايام. هذه الطريقه نتاع ال10 ايام ناجحه. انتي راه عندك دروق لي كور نتاع بنتك هما اللي راهم ضاغطين عليك، ما علينا والو، نصبروا مع هاد الاطفال وان شاء الله النجاح هو اللي يوكلك. كاين اللي كل عام وافي وانتي تاكلي شوا. فقط تشوفي بنتك ناجحه وجيب لك الباك معدل ممتاز، راه الدنيا وما فيها. ف 200,000 كل 10 ايام. حاولي تجيبي، كنت حكيت في التقسيم اللي فات كيفاش انا نسير الميزانيه نتاعي. حاولوا ترجعوا للفيديو نتاعي نتاع التقسيم نتاع 3 ملايين، راني حكيت فيه كيفاش نقسموا الخضر واللحوم، وكل شيء ناكلو شوي شوي. بنادم ماشي باش يشبع ولكن يقيس، باش نكونوا واقعيين وصريحين وما نجي نكذب عليك ما نقول لك انا 2 ملايين و400 تعيشك الواو. نعيشو في المستور. 200,000 كل 10 ايام. خبز والحليب درت لك 150,000. حاولي تركزي شويه على المملحات يرفدوا عليك الخبز. الحليب جيبي المدعم تاع 2005 ما به والو. الكوسميتيك درت لك 150,000 بما انه عندك بنيه باك هاد العام، يعني بنيه راها 17 حتى 18 سنه، يعني حتى هي عندها مستلزمات. حاولي ما تبخليش على البنيه نتاعك. راكم تشوفوا الاقران تاعهم واش راهم يلبسوا واش راهم يعني حاولي في المعقول، نظافه في المعقول. ما نجيبوش هذوك الاشياء الغاليه. بكري كانوا يديروا غير الصابون وكانوا نضاف. انا ما نقولكش باللي ديري الصابون كيما كانوا تاع زمان، لانه كل شيء راه اليوم كاين، ولكن كل مره نقصي لها حاجه. هاد الظرف نتاع الكوسميتيك انتي تلعبي به. جيبي الجل دوش عائلي، جيبي شامبو عائلي، واللي يبقى لعبي به لبنتك وليك نتيا وياها. ما عارفه عندك بنات اخرين، ولكن بما انه راها نورمالمون هي الكبيره، فانتي وياها حاولوا ديروا نفس الشيء. مثلا جيبي لها ديودورون، جيبي لها صابون خاص ليها، جيبي لها اشياءها الخاصه ما تحتاج في الشهر، جيبي لها. مهم راكي عارفه واش كاين بلا ما نحكي ونفضحوا رواحنا في هذا اليوتيوب راه يتفرجوه نساء ورجال. المهم ما علينا. الحانوت درت لك 200,000 ودخلت لك فيه البيض. حاولي البيض تجيبي بال10 ايام الكميات معينه. حاولي تقسمي، عارفه كيفاش تقسمي البيض نتاعك، لانه راه غالي صراحه. 60,000 حتى 65,000 في البلاطو نتاع البيض، الله المستعان. المهم هاد 200,000 نتاع الحانوت خليها غير الاشياء اللي تجيك هكا على غفله، وخليها للبيض الثاني. حاولي كيفاش تدخلي فيها البيض، دخلي فيها شويه جبن، دخلي فيها راكي عارفه كيفاش ياغورت. الياغورت انا ننصح بالياغورت المنزلي وصراحه ناجح، واذا درته ان شاء الله غادي نشاركه معاكم والله ناجح يا البنات. وديري كميه كبيره ووليداتك ياكلوا اقتصادي وما شاء الله عليه. ان شاء الله اذا راكم حابين ندير لكم الوصفه نتاع الياغورت المنزلي كتبوا لي في لي كومونتير ونديروها مع بعض ان شاء الله. بالنسبه للطوارئ درت لك 100,000. هذه الطوارئ اذا البنت نتاعك احتاجت دواء مثلا، ما قدرتش كيفاش نزيد نقص لك باش ندير لك الطوارئ حاجه كبيره، ولكن هاد 100,000 خليها للشديد القوي باش نكونوا واضحين. ان شاء الله ما تحتاجيها غير في الخير. ان شاء الله تشريها لبنيتك انال ولا تشريها لها حاجه وما تشريها لهاش دواء يا ربي.
الله يبقى عليها الستر ويبقى عليها الصحه نتاعها ان شاء الله. كان هذا التقسيم نتاعك، نحاول نقربه لك نخليه لك تشوفيه، ديري عليه كابتور وان شاء الله تستفادي. اذا كاش حاجه حابه تنقصي فيها تزيدي فيها تبقاي نتيا حره. دروك نجي للاخت اللي قالت لي الميزانيه تاعي 6 ملايين. هي ميزانيه مليحه، 6 ملايين ميزانيه مليحه، ولكن انت عندك شبهات بزاف، عندك امور بزاف ربي يقدرك. اولا هي عندها 5 افراد وهذه متتبعه حتى هي وفيه كما الاخت الاخرى. على هذا ما قديتش اني نفوتكم، وقلت اني لازم ندير لكم تقسيمات ان شاء الله ينفعوكم. عندها ليكوش، عندها ليكور، عندها الفليكسي، عندها الدين، عندها الطبيب، عندها ملابس العيد، عندها السياره، عندها البناء. باش خرجت لك التقسيم اللي ان شاء الله يكفيك، ان شاء الله يفيدك. راكي تقولي لي راني نخرج بالكريدي، وان شاء الله ما تكونيش دايره هذا الكريدي على كشك. الا راكي دايرته على كشك منا نجيك، وين ما راكي نجيك ان شاء الله تكوني دايرتها على البناء. البناء وي راني معاك، البناء يهرد وياكل دراهم، والحسابات اللي تضربيهم ما يخرجوش. تيا ضرب حساب بلومبي لا 6 ملايين يقام لك في 10 وفوت. البناتري كيف مول السيما روحوا خليو السلام. المهم ربي يقدرنا وان شاء الله تسكني هاد الدويره بالصحه والهنا نتيا وراجلك ووليداتك، وربي يجمعكم على المحبه ان شاء الله. اولا الدين هذا الاول اللي خصنا نقلعوه، الدين خاصنا نقلعوه. هذا ديري له 500,000 كل شهر. عندك 6 شهور كملتي الدين تاعك، ما تقولي لي لا منا لا ملهي. الدين ينقلع هو الاول، واذا قدرتي تزيدي كيفاش نقصي منا نقصي، وما تقوليش باللي نقصت. نقصي وخلصي الدين تاعك تريحي منه، هذه تولي لك ربح. ليكوش عندك 250,000. انا ما عرفتش هاد التربيه الا كبير صغير، عنده الحليب اصطناعي حليب طبيعي، ما على باليش كيفاش. اذا كان هذا الطفل ولا طفله ربي يشدهولك. اولا اذا فايت العامين، هاد الكوش ماذا بك ترديه غير في الليل. عامين راه كبيبر يفهم يعرف، النهار قابليه الليل ما عليناش، وديجا المشتا والليل طويل تنوضيه شحال من مره راه صغيور. ماذا بيا هاد لي كوش يزيدوا ينقصوا ويوليو غير في الليل، ويولي هنا عندك شويه مصروف. ليكور بنيه قلتي لي 600,000 ما عندنا ما نقلعوا منها. الفليكسي 300,000 ما عندنا ما نقلعوا منها. قلتي لي طبيب وراكي مقبله على عمليه جراحيه، ربي ان شاء الله يشافيك ويعافيك. وتعاودي تكتبي لي في لي كومونتير انه وقفتي على رجليك ودرتي العمليه، وان شاء الله تخرج لك ناجحه، وربي يكسيك لباس الصحه والستر ان شاء الله. الطبيب درت لك 500,000، ما على باليش اذا تقدك ولا ما تقدكش. هذا اللي قدرت نقلع لك، درت لك 500,000 ان شاء الله تكفيك. ملابس العيد يا ملابس العيد، ملابس العيد وعيد الاضحى وعيد الفطر ورمضان، هادو قلت لكم حصالات سنويه. انا ما جيش نكذب عليك ونقول لك في 3 شهور قادره تلمي 5 ملايين تكسي بها ولادك، في 3 شهور قادره تلمي 7 ملايين تكسي بها ولادك. راكم 5 نتاع الافراد، يعني على الاقل عندك 3 نتاع الاطفال وانتي والزوج. 3 نتاع الاطفال ميزانيه صراحه، ميزانيه باش تكسيهم. ولكن اللي قدرت اني نقلعوا لك من هاد الشهريه وباش ما تخرجيش بالدين، قلعت لك 500,000. هاد 500,000 حاولي كيفاش تبداي الاولى تشيل وليداتك من هاد الشهور قبل ما يجي العيد. اذا كان زوجك خدام عند الدوله وعندكم المردوديه، فهذيك المردوديه ديريها كومبليتمون للاطفال، نحيها من الطريق، نحي ولادك من الطريق، نحي كسوتهم من الطريق. هذه نصيحه. السياره تاني، السياره ما نجيوش نقلعوا لها دانسو الكو 2 ملايين ولا 3 تحت اونبان. مين نجيبوها 2 ملايين ولا 3؟ لازم كل شهر نخبيو لها. السياره درت لك 300,000 لانه حتى هي لومبان تاعها غالي ولي بياس غاليين والسكانير نتاعها ولا سورونس نتاعها وهاد الامور. حاولوا كل 3 شهور كل شهر عفوا تقلعوا 300,000، ديروا لها حصاله خاصه بها، نهار اللي تحتاجوا تلقاو. للبناء قلعت لك 1,000,000. البناء واعر والبناء ياكل دراهم، فما قدرتش نقلع لك اكثر من هذا لانه راهو عندك بزاف صوالح. نهار اللي تقلعي الدين ونهار اللي تريحي وتقلعي الطبيب هو عندك 1,000,000 اخرى. هذا اللي قدرت عليه، ما قدرتش نزيد نزيرك اكثر من هاك.
لانه الانسان 5 نتاع الافراد باينه بلي خصهم الماكله، خصهم اللحم، خصهم الخبز، خصهم الحليب، فنحاولوا نوازنوا. بالنسبه للمواد الغذائيه درت لك 800,000. بالنسبه للخبز والخضر واللحوم درت لك 600,000. 200,000 كل 10 ايام. عرفي كيفاش ديري جدول وجبات، كيفاش تقسمي هاد 200,000 على اللحوم وعلى الخضر والفواكه نتاعك. الله غالب ما كانش كيفاش. الخبز والحليب درت لك 150,000. الحانوت درت لك 150,000. كوسميتيك درت لك 150,000. والطوارئ درت لك 200,000. والطوارئ ونشدد عليها هذه خليها كتحصلي، هذه خليها باش ما تكتبيش هنا قدامها الكريدي نمشي نروح ندير الكريدي. هذه خليها الا شفتي روحك حصلتي في اخر الشهر ما كانش كيفاش جبدي هاد 200,000. ما تروحيش تكردي، ما تمشيش تكردي، دبري راسك بهاد 200,000 تكمليها في اسبوع، باقي لك 5 ايام على الشهريه. هذه خصها هي اللي تلحقك للشهريه الجايه. ما ديروش الكريدي اللي راه عندك ديجا، راه فيك الكريدي خلصيه. هذا هو التقسيم اللي قدرت نديره لك. نتيا عندك بزاف، شوفي شحال راه يمشي لك، شوفي شحال راه عندك امور تديلك من الشهريه. فان شاء الله نبداو بهاد الامور، نصبروا على رواحنا، نزيروا على رواحنا، ما عليناش، ما غادينش نموتوا بالجوع. ولكن انا ما يقعدش فيا الكريدي. هذا الاول خصه يطير. هيا هنا 500,000 تقدري تزيديها هنا، تقدري تزيديها في البناء، تقدري تزيديها في السياره، في ملابس العيد، عندك كيفاش. حاولي ديري كابتور، حاول نقرب لك، ديري كابتور وحاول اذا عندك كيفاش تبدلي، كيفاش تغيري. مثلا هنا ما عندكش كامل 500,000، هذه الا ما عندكش 500 تمشيش ديريها هنا، ما تمشوش ديروها هنا، ديريها هنا في بلاصه ما تنقصي، في بلاصه ما تولي تخلصي الكريدي نتاعك في 6 شهور تخلصيه في 3 شهور. ما تمشيش ديريها هنا. وراه كاين زيادات ان شاء الله في العام الجديد، راه كاين زيادات في الرواتب، فحاولوا تستغلوا داك الزيادات في الاشياء، في الحصالات السنويه مثلا، في ليكور، في المرض، زيدوها للسيار، زيديها للبناء. حاولوا تخمموا، حاولوا تكونوا واقعيين في التقسيم. رانا كلينا المليح وكلينا القبيح ومازالنا غير حنا. قال لك لو كان جات الكرش زاجه كل يوم ندير لها دجاجه. ندعموا ما بين البقوليات، الدعوه راها تبرد، لي سوب، العجائن، لي ساندويتش خفاف، حاولوا ديروا مملحات مع لي سوب، كامل هادو يرفدوا عليك. ماشي بالضروره ديري لحوم في المملحات، قادره غير بطاطون، قادره ما ديريش كاع غير الخضره، سورتو الا كانوا وليدات يحبوا الخضره وزيدي عليها الفرماج ما يعرفوا لا فيها دجاج ولا ما فيهاش. فنحاولوا نكونوا اذكياء. لا غالب الانسان كي يكون مزير، دوك هذه عندها شحال من حاجه ما كانش كيفاش. الاخت هذه لا غالب ميزانيه قليله، 2400 قليله بزاف، ولكن خصها ديباني روحها، خصها تمشى بيها. مين تجيب ماشي تدخل روحها في دوامه ديون، مين تخلصها عاود. انا نتمشاها، كنت نتمشى بمنطق وبعقلي افضل من اني نمشي نمد يدي، نمشي ندير كريدي، نمشي نتسلف ونحصل نزيد نغرق روحي. فان شاء الله يكونوا هاد التقسيمات عجبوكم، ان شاء الله يكونوا يكفيوكم. اذا كاين نقاط انا ما على باليش بهم، ماذا بيا تكتبوا لي في لي كومونتير. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اكيد ما تنسونيش بجام اشتراك في القناه. لنا لقاء إن كان في العمر بقاء، وسلام.